مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة فعلا من نوع مختلف لأنه فنان مش عادي. لقب بملك الرومانسية، من أول طلة ليه على الشاشة انهالت المعجبين عليه. حبيناه من كبرنا لصغيرنا، وأول ما شفناه كلنا عشقناه. الفنان الجميل والكبير عامر منيب، الله يرحمه. تاريخ ميلاده 2 سبتمبر 1963. تاريخ وفاته 26 نوفمبر 2011. توفى عن عمر يناهز 48 سنة. الله يرحمه ويرحم الجميع. اسمه بالكامل عامر محمد بديع فوزي منيب. هو حفيد الفنان الجميل فوزي منيب، وحفيد الفنانة الجميلة ماري منيب، مدوبة ومتنين. مغني مصري ظهر مع نهاية القرن العشرين، وقدم خلالها العديد من الألبومات، ومنها حب العمر، أول حب، علمتك، فاكر، أيام وليالي، وغيرهم كتير. دخل كمان مجال السينما وهو عمره 39 سنة في أول فيلم ليه سحر العيون. ومين يقدر ينسى كريم شلش؟ الفيلم ده اتعرض يوم 1 يناير 2002، والفيلم ده كان من بطولة عامر منيب، حلا شيحة، نيلي كريم، محمد لطفي، حسن حسني، سامي العدل، وغيرهم كتير. وأحب أقولك عزيزي المشاهد، عزيزاتي المستمعة، إن عامر منيب هو اللي أثبت مقولة واحدة، إن العمر مجرد بس رقم. بالرغم إن عمره كان قليل وأعماله قليلة، إلا إنه عمره الحقيقي في قلوب المصريين وقلوب الوطن العربي كتير جدا، ويمكن أضعاف عمره. فنان محبوب جدا هو وعيلته. مش بقولك فنان من عيلة فنية، جده كان من أكبر الممثلين، وجدته كانت من أكبر الكوميديين في مصر. الله يرحمه، لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه. ولأن حكايتنا لسه ما خلصتش، تعالى نتكلم دلوقتي عن أهم جزء فيها، وهي أعماله الفنية. قدم 4 أعمال فنية، وهم الغواص، كامل الأوصاف، كيمو أنتيمو، سحر العيون. الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.